السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم خبزه ولا الكسره، كسره رخساس ولا كسره رخسيس ولا الفطيره على اصولها، على الطريقه التقليديه بدون اي اضافات، وتجي بزاف بزاف بنينه، تجي مقرمشه من برا وطريه من الداخل. اون ديغي غاتو ماشي كسره، تجي بزاف بزاف بنينه بطريقه جد بسيطه. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير هكذا باش نعرفوا كامل الاسرار والخطوات تاع هذه الكسره خاصه للمبتدئين. قبل ما نبداو في الوصفه ما نساوش الصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي جيم وتعليق، ونبداو بسم الله وعلى بركه الله في المقادير وطريقه التحضير. انا هنايا كيلت بالبول، كما نقدروا نكيلو بالكاس بالنسبه للناس اللي يحبوا كميه تكون صغيره. درت 3 كيلات تاع السميد، يكون متوسط رايح للرطب، ما يكونش هذاك رطب بزاف وما يكونش خشين. نزيد هنايا 2 مغارف صغار تاع الملح، ما يكونوش معمرين بزاف، هنا الملح يبقى اختياري كل واحد بالذوق تاعو. زدت هنايا مغرفه صغيره تاع السكر، وكيما راكم تشوفوا نص مغرفه تاع خميره الخبز، يعني غير نص راح تكون كافيه باش ما تجيناش طريه بزاف، باش تكون فيها هذيك القرمشه. هنايا زدت كميه تاع الساندويتش، مغرفه صغيره معمره مليح تاع الساندويتش، كيما نقدروا نستغناو عليه اللي ما يحبش يدير الساندويتش. اللي يحب يزيد اضافات واحده اخرى نقدروا نزيدوا حتى الجلجلان، نحمصوه مليح ونزيدوه، يعني راح يمد بنا بزاف هايله الكسره تاعنا. زدت هنايا نص كيلو تاع الزيت، زيت نباتيه عادي ما فيها حتى اضافه. هنايا اللي يحبوا يديروا زيت زيتون نقدروا يعني نديروا نص زيت عاديه نباتيه ونص زيت زيتون. نبسس مليح السميد تاعي مع الزيت بهذه الطريقه. هنا في الاخير زدت لها مغرفه صغيره تكون معمره مليح تاع المارغرين، هكذا كيما نقدروا نذوبوها ونضيفوها مع الزيت في الاول. فوالا هكذا باش تنحي لنا هذيك الريحه تاع الزيت. كيما قلت كيما نقدروا نحطوا لها شويه تاع زيت الزيتون بالنسبه للناس اللي يحبوا زيت الزيتون. نجيب هنايا كيله تاع الماء ونبقى نضيف غير بالعقل ونلم في العجينه تاعي بهذه الطريقه. هنايا تقدر تديري الكيله كامله، كيما تقدر تديري اقل من كيله، سا ديبون سميد، كاين اللي يشرب وكاين اللي ما يشربش. المهم هنايا خاصه للمبتدئات نقعدوا نضيفوا الماء غير بالعقل حتى لين تحصلوا على عجينه تكون طريه وتكون متماسكه، يعني ما تكونش طريه بزاف بزاف. الا كثرنا لها الماء بزاف راح يروح لها كامل هذاك التبساس تاعها، والكسره تاعنا تجينا معلكه وما تجيناش ثاني العجينه تاعنا ما تجيناش يابسه. الا جاتنا يابسه وتكون مبسه راح تتفتت وما نقدروش نرفدوها، وراح تتفتت لنا كامل في الطاجين. فوالا نقعدوا نلموا فيها ونديروا بهذه الحركات اللي راني ندير فيهم، كشغل راني نقطع في العجينه وميم طون راني نعجن فيها. فوالا بهذه الطريقه، يعني هي طريقه سهله وبسيطه. يعني اون فوا اشاك فوا نخدموا هذه الكسره راح نعرفوا الاسرار تاعها ونولوا كامل، يعني المبتدئات يولوا كامل يتقنوها. فوالا شوفوا العجينه تاعي كيفاش تحصلت عليها، تكون متماسكه يعني وطريه في نفس الوقت. فوالا انا هنايا راح نقسمها لثلاثه. هنا درت 3 خبزات يكونوا متوسطين، ما يكونوش كبار بزاف وما يكونوش صغار. فوالا نلمها هكذا بيدي، نلمها مليح ونشكلها كره بهذه الطريقه. بعد ما نكمل نشكلها نخليها هنايا نغطيها ونخليها ترتاح، يعني لو طون اللي يسخن الطاجين تاعي ونولي نشكلها. فوالا هنايا ما نخليهاش بزاف، غير اللي كي يسخن الطاجين تاعي نعاود نولي لعندها ونشكلها. هنايا درت لها شويه تاع الفرينه البنات، كيما نقدروا نديروا لها شويه تاع السميد، غير شويه برك باش ما تلصقش في البلون دو طرافاي. فوالا ونقعد نحل فيها هنايا بالحلال بهذه الطريقه، نحلها شكل دائري غير بالعقل، خطره بالطول وخطره بالعرض هكذا، ونحاول كيفاش خطره خطره نسقم لها الاطراف تاعها بيدي هكذا باش تجيني متماسكه، الاطراف تاعها يجيو متماسكين والشكل تاعها يجي دائري بهذه الطريقه. بالنسبه للسمك كاين اللي يحبها تكون خشينه وكاين اللي يحبها تكون رقيقه. السمك هنايا نتوما تتحكموا فيه. جبت هذه الاداه كيما نقدروا ثقبتها كامل، كيما نقدروا نثقبوها غير بالفرشيطه، نرفدها ونحطها في الطاجين تاعي اللي لازم يكون سخون، لازم نسخنوه مليح من قبل.
فوالا. والنار ما تكونش قليله بزاف وما تكونش زايده. هنا سا ديبون الطاجين تاعكم، الا كان خفيف نقصوا له، الا كان يعني ثقيل ويتحمل يعني يكون ثقيل ما يحرقش نزيدوا له، يعني تكون النار متوسطه رايحه للقاويه. فوالا كي طيب من الجهه التحتانيه نقلبها ونقعد نضغط عليها بهذيك الاداه، ولا غير بطرشون نقعدوا نضغطوا عليها باش طيب لنا كامل كيف وخطره خطره نقعدوا ندوروا فيها باش طيب لنا من كامل الجهات كيف. فوالا نقعدوا نقلبوا فيها من الجهه التحتانيه والفوقانيه حتى اللي تدي اللون يكون شباب، يكون ذهبي كما راكم تشوفوا، ونحطوها فوق انغري ولا فوق سربيطه باش ما تتندناش، ونحيوها. بعد ما طيب نكمل كامل الكميه بنفس الطريقه. نكمل هاد الزوج خبزات اللي بقاو لي نحلهم هكذا دائري، ندير لها شويه فرينه ولا كيما نقدروا ما نديروش كامل لا فرينه لا سميد. هنا درت غير شويه باش ما تلصقليش، ونقعد نحل فيها ونسقمها مليح في الاطراف هكذا، نثقبها ونرفدها ونكمل نطيبها بنفس الطريقه. فوالا نقعدوا ندوروا فيها باش طيب لنا كامل كيف وكطيب من الجهه التحتانيه نقلبها، ودائما نضغطوا عليها بهذا الشكل هكذا باش طيب لنا كما قلت كامل، يعني الوجه تاعها يكون يدي لون ذهبي ويكون شباب. بعد ما نطيبها كامل هنايا شوفوا كيفاش جات، يعني تجي ما شاء الله الريحه تاعها روعه. هنا بعد ما كملت طيبتها شوفوا ما شاء الله كيفاش جات، اللون تاعها جا شباب بزاف. يعني كاين اللي يحبها تكون محمره اكثر من هكذا، يعني قد ما تحمروها الكسره تجي بنينه. شوفوا ما شاء الله كيفاش جات ولا اروع. جات يعني كي الكوفريت، جات طريه من الداخل ومقرمشه من برا، تجي بزاف بنينه. متاكده اللي راح تجربوها راح تعجبكم وتنجحوا فيها من اول تجربه. يعني مانيش نهضر على اللي يعرفوا يخدموا الكسره، اني نهضر على المبتدئات، يعني من اول تجربه راح تكون ناجحه. شوفوا بعد ما قسمتها كيفاش جات، كما قلت هنا السمك نتوما اللي تتحكموا فيه. كاين اللي يحبها تكون شويه خشينه، وكاين اللي يحبها تكون متوسطه، وكاين اللي يحبوها تكون رقيقه. فوالا شوفوا ما شاء الله كيفاش جات، يعني ما توالم بزاف مع قهوه حليب، حتى مع الحميص ولا مع اي حاجه نحبوا ناكلوها تجي بزاف هايله. شوفوا ما شاء الله كيفاش جات. وهذه هي الوصفه بالنسبه لنهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. الى عجبكم الفيديو البنات ما تنساوش تخليوا لي جيم وتخليوا لي رايكم في التعليقات، واللي مازال مشتركش يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. تهلاو في رواحكم ونتلاقاو في وصفات اخرى باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.